ونعم الوكيل هل وصلنا للمنتهى. اطلعوا على الشعب بعين الرحمة. بكفي يا عرب، بكفي خلاص. اطلعوا على الناس بعين الرحمة. الناس بتموت بغزة. بدنا ناكل بالشكل يا عمي. انا انت بدنا نروح من عندي لك استنى وملك كل غزة دم. انت بدنا نروح له عدوي. انت بدنا بس عشان لقل من طعمك يا مياه. يلا خلينا نروح. صعب موت، بدنا ناكل، بدنا نعيش، ايش نساوي؟ مش بالساهل، احنا بناخدش الا واحدة ناكل نعيش حالنا. اوعى غاب بعدين بتساوري. وعديت عشان جعان بدي اكل، فيش طحين، فيش اكل، فيش خبز، فيش ولا حاجه عندنا في الدار، وكل ما بروح غاد بمسك الكرتونه 100 بخش علي 300 بخش، بقدرش اخذ ولا حاجه، بقدرش اخذ ولا شيء، بروح قبل الوكاله قبل كانت تبعت رساله واروح زي المحترمين اخذها واروح، اليوم ما فيش، اليوم اذا انت قوي بتاخذ، مش قوي بتاخذش. الو فين يا معلم؟ خلاص يا عم خلي لغيرك. احنا وقفنا على التكية وما حصلش نصيب واخذنا، وعندي طفل سوء تغذية شديد بظل الحصار الشديد وبظل انعدام الموارد وعدم دخول المساعدات. الآن نحن نطالب ونناشد جميع العالم انهم يطلعوا لاطفالنا، يطلعوا للستات الكبار، يطلعوا للناس اللي مش لاقيه قوت يومها. زكريا 11 شهر طبق ال10 شهور. اليوم كم على التكية، كم هائل على التكية، الناس جعانة، الجوع قتل الناس، والحمد لله تعدينا، احنا خلاص انهلكنا، انتهينا. ابعد يا عبود. هذا الولد بيعاني من سوء تغذية شديد، عرضته على الرنتيسي، على أصدقاء المريض، طبعا في ظل صعوبة الإمكانيات وعدم توفير الموارد. الحمد لله وصلنا لنتيجة، كل التحاليل اللازمة عملنا له إياها، إنه الولد عنده سوء تغذية حاد بسبب تسكير المعابر، بسبب الحرب، بسبب الحصار. أنا
ابو زعيد تقريبا وزنه مفروض في متوازي مع عمره 12 كيلو. الآن وزنه 3,900 جرام فقط لا غير. له تحويلة من حوالي 20 يوم طلعت تحويلته، ولكن أنا على الويتنج أنا. يعتبروا أطفال يعني.